الاوبريشن في المطعم هو المطبخ. يعني لو انا فاتح مطعم، الاوبريشن اللي ماسكين الاوبريشن هو المطبخ. لما انا اجي كتسويق مثلا واقول انا اسرع دليفري في مصر، مين اللي بيقول انا اسرع دليفري في مصر؟ مين بيقول اسرع دليفري؟ ماكدونالدز، صح؟ ماكدونالدز بيقول انا اسرع دليفري في مصر. طيب ماكدونالدز بعد ما عمل الحمله دي وخلاص بقت الناس متاكده ان هو اسرع دليفري في مصر، مين المسؤول بقى ان هو يوصل الحاجه بسرعه؟ ما دي مش بتاعه تسويق، الناس بتوع التسويق خلاص وعملوا الاعلانات بتاعتهم ووصلوا الفكره ان احنا اسرع دليفري في مصر. مين بقى اللي مسؤول عن القصه الثانيه دي؟ بتوع الايه؟ بتوع الاوبريشن. البروسيس نفسها اللي بتحصل في المطبخ ان الحاجات بتنتج بسرعه، وانتوا عارفين ماكدونالدز شغال السندوتشات بتاعته اسرع سندوتشات بتتعمل، بس هو واخد صوره ذهنيه عند الناس ان هو اسرع دليفري في مصر. فانت لو جعان اول حاجه هتطلبها ماكدونالدز، عشان عارف ان هو اللي بيوفي بقى بالوعد بتاع التسويق اللي انا قلته. انا قلت انا اسرع دليفري في مصر، مين اللي هيوفي بالوعد ده؟ بتوع الاوبريشن، مش بتوع التسويق. لان انا عملت اعلان وقلت انا بقدم احسن خدمه عملاء، مين اللي هيوفي باحسن خدمه عملاء دي؟ الموظفين اللي شغالين عندي.